بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على أشهر الممثلين اللي هم كانوا بيضحكونا وبيبكونا في نفس الوقت. الفنان الجميل عبد السلام النابلسي اللي كان بيتميز انه دايما بيقوم بدور صاحب البطل او مساند للبطل، وكان دايما بيبقى دايما فقير، بس فقير بأرستقراطية، وكان عنده كرامة زايدة شويتين. أضحكنا كتير وبكانا كتير. هنخش بقى في حياته ال- العاطفية والصحية، وإيه اللي حصل له ومات إمتى ومات إزاي. بس الأول نعرف كان إمتى اتولد. هو اتولد سنة 1899 واتولد في لبنان، ولو إنه من أصول فلسطينية. لأن عائلته كانت في لبنان أصلا في ذات الوقت، وكانت عائلته متدينة جدا جدا، وكان والده قاضي في نابلس. وبعدين أرسل عبد السلام إلى القاهرة ليتعلم في الأزهر الشريف. لما كان عمره 20 سنة عاش آه، عاش وبقى زي والده وأجداده وتعلم ولو كأنه هو كان من حبه الشديد وشغفه للفن أعلن إن هو يشتغل في الفن. طبعا لما والده عرف الموضوع ده قطع المصروف عنه خالص. المهم بقى يدور بقى على حاجة يعني يشتغل فيها ويجيب فلوس. اشتغل مع الفنان يوسف وهبي في مسرحية راسبوتين بدور خادم، لكنه كل ما كان يخش على الجمهور كان بيضحك يضحك، وكانت المسرحية تراجيدي. فطبعا يوسف وهبي قال له لا، ما انت مش هتنفع معايا، انت تنفع بس في الادوار الكوميدية. ساب الفن واشتغل شوية برضو حاجة قريبة من الفن. اشتغل في الصحافة الفنية والصحافة الأدبية. اشتغل في مجلة اللطائف المصرية وفي مجلة الأهرام وغيرهم طبعا. المهم شافته في الوقت ده الفنانة آسيا، المخرجة والمنتجة والفنانة طبعا. قامت واخداها معاها في دور، أول عمل ليه بقى سينمائي، في دور بنت الصحراء أو غارة الصحراء. بعدها شارك في أفلام عديدة وكتير، حتى وصل إلى دور تاني في عدد من الأفلام مع عبد الحليم ومع فريد الأطرش وصباح. وعمل بقى كتير أدوار تانية وسنيد للبطل. لكن هو حب بقى إن هو يعمل أفلام ببطولته هو، فأنتج على حسابه هو حلاق السيدات، فيلم حلاق السيدات كلنا بنحبه طبعا، وفيلم بنات بحري برضو كلنا بنحبه. وبعدها سنة 1963 تراكمت عليه الديون والضرائب. فطبعا الضرائب كان 13 ألف جنيه ساعتها. طبعا هو لم فلوسه كلها وباع كل اللي يملكه، وحط كل الحاجات دي في دبدوب ابيض، وده كان مسافر مع نجاح سلام وبنتها وجوزها. ده حطها في الدبدوب، وخرج الدبدوب من مصر وراح حطه في بنك انترا في لبنان. لكن البنك ده هو كان شاري اسهم في البنك، فالبنك لما اعلن افلاسه هو كمان افلس. المهم بعدها اشتغل في شركة المتحدة للأفلام والإنتاج، وأنتج عدة أفلام بس تبع الشركة. والمهم في لقاء تلفزيوني المذيعة بتقول له ليه أنت رافض الزواج 40 سنة ولسه ما اتجوزتش؟ قال لها لسه ما اتخلقتش اللي هي تتجوز عبد السلام النابلسي. المهم واحدة اتصلت بيه بعدها اسمها جانيت، قالت له انت ليه تقول كده؟ ليه بتين كل واحدة؟ انت اللي ما تستاهلش اي واحدة ان هي تتجوزك يعني. المهم الكلام غاظه، قال لها انت مين؟ قالت له انا واحدة من معجبينك ومن محبينك. عندك كام سنة؟ قالت له 18 سنة. قال لها طب ده انا قد جدك. المهم قعدت كلمة منه وكلمة منها لغاية ما حبوا بعض. وبعدين راحت تقدم لها، اهلها رفضوا الجواز طبعا لان هي كانت مسيحية وهو مسلم. فراحوا متجوزين جواز مدني، هربوا، خدها وهربوا، وراح متجوز معاها جواز مدني. المهم اهلها لما عرفوا خدوها منه علشان يبطلوا عقد الجواز، لكنه خدها تاني وهربوا، وعاشوا بقى في فترة كبيرة بعيد عن اهلها. المهم بعد ما خسر امواله، وهم قالوا ان هو مات بسبب افلاسه من الصدمة، وقالوا ان هو مات بسبب قلبه. هو اصاب بوعكة صحية، ونقلته زوجته الى المستشفى، وهناك لفظ انفاسه الاخيرة.
وكانت محتارة يعني مش هي بتقول أنا فريد الأطرش هو اللي تكفّل بالجنازة، لكن هي بتقول أنا ما قدرتش أسيبه في المستشفى وأروّح، لكن بعدها لمّا روّحت سحبت فلوس ورُحت أحاسبه ما رضاش طبعًا خالص، آمم، لإن فريد الأطرش كان صاحبه جدًا، جدًا، وكان بيحبه جدًا، جدًا. المهم اللي أعلنت إن هو مات بالقلب الفنانة زمردة، لإنه كان باعت التحاليل والروشتات معاه للندن للدكتور اللي كان بيعالج فريد الأطرش، وهو اللي قال لها على حالته، ما كانش يعرف إن ده موضوع سري، وهو مش عايز يقول على مرضه لحد. المهم هو بيقول إن فريد الأطرش برضه لمّا كان في المستشفى قبل كده، كان هو مُفلِس جدًا فريد الأطرش مش لاقي إيجاره، ولمّا الدكاترة في المستشفى قالوا لعبد السلام مش هتخرج إلا لمّا تجيب فلوسك، راح فريد الأطرش مستلف فريد الأطرش علشان يسِد فلوس عبد السلام النابلسي، ودي طبعًا أخلاق أمراء. المهم إن أنا خلّصت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.